تخيل تبقى موظف كحيان ومديرك بيهزق فيك في الرايحة والجاية، وحتى المرتب مش مكفي حق الأكل، لكن تكتشف إن عندك قوة جبارة، قوة سحرية هتخليك الأقوى والأغنى في العالم. ده مين؟ ده ساكي الحزين، موظف على قد حاله ويدوب بيعيش يومه بالعافية، ويا عين الواد طالع عين أمه في الشغل. ولو هنتكلم على المرتب فدايما هتضطر تروح للاختيار الأرخص عشان تقدر تكمل الشهر بتاعك، بس كل ده كوم، واحساس الوحدة كوم تاني يا ابن عمي. ويمكن الشغل كان المهرب الوحيد ليه من القعدة لوحده في البيت. وفي يوم بعد ما رجع البيت ما قدرش يستحمل اللي هو فيه وقرر انه ينزل، وكان اول مكان رجله خدته ليه هو محل الحيوانات الأليفة. واول ما دخل اتهبل من حلاوة الحيوانات اللي موجودة، لكن دايما كانت الصدمة اللي بيتصدمها بتكون من الاسعار المجنونة. وفي وسط ما كان قاعد بيندب حظه على شغله اللي بيدخله شوية ملاليم، ده سمع صوت طائر غريب ولفت نظره، فراح عشان يشوف الصوت ده جاي منين بالظبط. واول ما شاف الطائر كلمة اتجنن دي قليلة على اللي كان باين على وشه، وبرغم ان تقريبا تكلفة الطائر ده كانت كل الفلوس اللي معاه، قال يخرب بيت ابو القرش اللي ما ينزهش صاحبه. ورجع البيت وكان جايب له قفص واكل ومروق عليه على الاخر، وادام روق على الطائر فكان لازم يروق على نفسه هو كمان. وبعد ما خد دش وشرب له حاجة تطري على قلبه، قام عشان كان عايز يسمي الطائر ده اسم يليق عليه. بس كانت الصدمة اللي اتصدمها ان الطائر بيتكلم وبيقول له انا اسمي كارل. فقال يمكن ده نوع زي البغبغانات اللي حافظه كلمه وبتفضل تقولها، لكن الغريب انه لقى الطائر بيقول له ان اسمي كارل وانا حكيم من عالم تاني. وطبعا اللي بيحصل ده فيلم خيال علمي بالنسبه لساكي، فقال عبط بعبط بقى اما اجرب اعمل معاه حديث كامل واشوف هيقول لي ايه. واول ما ساله عن الاكل كارل قال له بالله عليك شوف لي حته لحمه كده ارم بيها عظمي بدل الاكل اللي انت حطيته ده. فساكي قال له لحمه مين يا ابو لحمه؟ ده انا معرفش شكلها من ساعه ما اشتغلت في الشركه دي. فالطائر بكل برود قال له انا مش فاهمك الصراحه، ادام مرتبك قليل ما تشوف طريقه تزود بيها دخلك. وطبعا الكلمه دي كانت صدمه بالنسبه لساكي، فكارل قال له بص خلينا نتفق اتفاق، لاني عشان اعيش حياتي بعد ما جيت العالم ده في هيئه طائر محتاج مساعده منك، وفي المقابل هحلل لك كل مشاكل مع الفلوس دي تماما. واول ما ساكي وافق خرجت طاقة غريبة من كارل، فعل بيها تعويذة سحرية وكأنها بدأت تسيطر على ساكي تماما. واول ما مفعول التعويذة اختفى كارل قال له افتح لي بقى باب القفص ده. وطبعا ساكي كانت الاسئلة بتدور في دماغه زي الدبان، وهيموت وحد يشرح له اي حاجة، وما كانش قدامه حل غير انه يسمع كلام كارل وخلاص. واول ما خرج من القفص وطلع على كتفه قال له اني هستخدم جسمك من دلوقتي كمضيف واستخدمه عشان اقدر استخدم قدراتي. فساكي قال له انا مش فاهم حاجة، بس المهم بالنسبة لي انك ما تبوظليش جسمي. وفي ثواني اول ما قال كده ظهرت تعويذة غريبة تحتيه، وفي لمح البصر لقى نفسه في عالم تاني تماما. ولما سأله عن المكان قال له ان دي مدينة اسمها بايت، وهي واحدة من مدن مملكة هيرز. وتاني يوم في الشغل واحد من الموظفين استغرب وصول ساكي بدري، مع ان القطر كان فيه مشكلة وما بقاش فاهم ازاي وصل اول واحد في الشركة وبدأ شغل كمان. وطبعا ساكي كان هيموت ويقول له الحقيقة، لكن اكيد هيقول عليه مجنون. وفي وقت الراحة الواد نزل يقف مع ساكي وقال له الصراحة انا كنت عايز اكلمك في موضوع، وان خبراتك في الشغل الكبيرة دي انا محتاجها، وان انا وشوية شباب صحابي ناويين نفتح مشروع مستقل، والصراحة وجودك معانا بخبراتك دي هتخلينا في مكان احسن بكتير. فساكي قال له ده يبقى يوم المنى، بس سيبنا افكر شوية عشان حياته حصل فيها شوية حاجات جديدة الفترة دي هو مش عارف الدنيا هتمشي ازاي. اصل الصراحة حقه يا جدعان، ساكي من ساعة ما كارل دخل حياته وكل حاجة اتغيرت، بقى قادر انه يروح عالم تاني خالص في لمح البصر. ده حتى الشغل مش بيضطر يركب له مواصلات بسبب تعويذة الانتقال السحرية. ولو على الفلوس فكارل حلل له المشكلة دي تماما، لانه خلاه يبدأ ياخد منتجات من العالم بتاعه ويبيعها للنبلاء في مملكة هيرز، وكان المقابل اللي بياخده من البيع ده يستاهل انه يضحي بحاجات كتير عشانه. وكان اهم حاجة بالنسبة ليه انه يخلي مصدر المنتجات دي سر وما يقولش لاي حد عن حقيقته. والمهم بقى ان كل حاجة بدأت تتطور فعلا، لان ساكي لما جرب انه يستخدم السحر بنفسه برغم انه تقريبا عمل مصيبة بس على الاقل نجح. ولما قعد مع كارلو وحكى له اللي حصل قال له الصراحة كنت حاسس ان عندك ميول سحرية من البداية، وشيء مبهر انك تقدر تستخدم السحر بدون مساعدة كده لوحدك. وبعد ما خلصوا اكلهم ساكي حس انه حابب يدخل
يدخل عالم المطاعم في مملكة هيرز. والواد ساكي ده رزقه من السما يا جدعان والله، لان اول ما قال كده لقى شيف مطرود حالا من المطعم اللي شغال فيه. ولما راح يسأله عن اللي حصل، الواد قال له انه كان نازل تمرين في المطعم ده، لكن تطوره السريع خلى الطباخين الاساسيين في المطعم يحطوه في دماغهم، ومن بعدها بدأوا يلبسوه في مشاكل لحد ما اتطرد، واللي كان بالمناسبة اسمه فرنش. فقال له بص يا ابو الفرانيش، ايه رأيك نفتح مطعم سوا؟ وطبعا الواد ما بقاش مصدق نفسه، وفي اقل من اسبوع فعلا كان ساكي وفرنش فاتحين المطعم بتاعهم، واول مرتب ياخده فرنش تقريبا عمره ما حلم بيه ولا تخيل اصلا انه يقبض مبلغ زي ده. لكن كارل كان مستغرب سبب ان ساكي فتح مطعم، فساكي قال له يا عم ادينا بناكل وننبسط، عشان لما تحب تاكل حاجه معينه يبقى عندنا المكان اللي يعمل لك الحاجه دي في اي وقت، واستحاله اجازه زي دي تعدي كده وخلاص. لان ساكي قرر انه يبدا يتعلم كتير عن السحر، وبدات قوته تزيد واحده واحده، وقدراته بدات تكبر بشكل مش طبيعي. ولما رجع العالم بتاعه بدا يدور على حاجات تنفع تتباع في مملكه هيرز، واللي كان سمع ان الصيد عندهم هوايه للنبلاء، وعشان كده بدا انه يشتري ادوات صيد حديثه تخلي الهوايه دي امتع بكتير وتتباع بسعر كبير فعلا. وفعلا توقعه طلع في محله، لانه اول ما راح بالحاجات دي مملكه هيرز الفلوس اللي خدها عليها ما كانش ليها نهايه تقريبا. وكانت اول خطوه من خطوات ازدهار التجاره بتاعته انه قابل حاكم المدينه مولر بنفسه، واللي كان ناوي يشتغل معاه في التجاره بتاعته، وعشان كده كان بيدقق في كل تفصيله مهما كانت صغيرة. فمولر سأله هل الأدوات دي في المكان اللي انت جيت منه شائعة ولا بتتصنع لناس معينة؟ وطبعا ما كانش ينفع سايكي يقول له انها مرطرطة في كل حتة، وقال له ده البشوات البلد يا باشا، مش اي حد يقدر يجيبها. وطبعا الواد كان مرعوب انه يتكشف، لانهم لو قفشوا انه بيحور هيطلعوا عين امه. لكن الموضوع عدى احسن مما اي حد يتخيل، والملك بنفسه قال له انت ليك الحرية تيجي وتدخل القصر بتاعي في اي وقت. وفضلت حياته تتطور بشكل اسرع من اللي كان في دماغه، وحتى علاقته بالناس صحابه في الشغل بدأت تتطور، وبقى بينزل ويجتمع معاهم ويخرجوا وياكلوا ويشربوا، وكل الناس لاحظت انه فعلا اتغير. وكان كل ما حد يسأله عن سبب كل ده يقول له هو السرير الجديد، واني من ساعة ما بقيت بنام مرتاح وكله بقى فل الفل وتمام. وفي اخر اليوم وهو مروح فرق بينه وبين الموت خطوة واحدة، ويا ريتها كانت اي موتة وخلاص، لانه شاف اسهم ثلجية زي اللي بيستخدمها بسحره. والمصيبة انه شاف واحد بيحاول يخلص على واحدة بدراعه اللي اتحول لسيف، ومن الرعب فكر انه يهرب، لكن قلبه ما طوعهوش يسيب البنت. وفي ثواني كان هجم على الواد واخترق جسمه بسهم تلجي جبار. والبنت اول ما قامت من تحت ايده طلعت سلاحها وقالت له انت تبع انهي وسيط روحاني ياض انت؟ وده خلى ساكي يتلبش ويبقى مرعوب اكتر واكتر. فقال لها انا مش فاهم حاجة وربنا. فلما سألته عن الاسهم التلجية دي قال لها القدرة دي اكتسبتها من كام يوم. فقالت له كام يوم؟ وبعد ما عملت اتصالاتها قالت له انت بتاعي النهارده، وطلبت منه انه يرجع البيت يجيب هدوم لان المنظمه اللي هي تابعه ليها عايزه تتحرى عنه. واول ما رجع البيت سأل كارل عن اللي بيحصل، فقال له الصراحه انا مش قادر افيدك قوي، بس الحل انك تتكلم معاها وتفهم منها هي اكتر. فقال له طب وحياة امك تعالى معايا عشان مرعوب ومش قادر اروح لوحدي. واول ما خده وخرج البنت الصغيره جارته قالت له انا بس عايزاك 5 دقايق. فقال لها انا مستعجل دلوقتي، واول ما هرجع على طول هسمعك وخدي الوقت اللي انت عايزاه. ولما راح للبنت الغريبه دي قالت له انا صحيح نسيت اعرفك على نفسي، وان انا اسمي هوشي، واني الصراحه حابه اشكرك على انقاذي. ولما ركب معاها العربيه قالت له بص بقى يا سيدي، وان الوسيط الروحاني ده بيبقى قادر انه يديك قوه واحده سحريه. فمثلا انا عندك القوه الروحانيه بتاعتي هي الميه، واني بقدر اتحكم في كل خواصها تقريبا، وان في انواع كتير من القوات دي، وفي منهم ناس كتير بتستخدمها بشكل اجرامي زي اللي كان عايز يموتني ده. وان وظيفتي انا واللي زيي اننا نحاول نمنع انتشار جرائم الناس اللي بتستغل القدرات دي غلط. وعشان كده لما بنلاقي حد زيك بيبقى لازم اننا نسجله في المنظمه بتاعتنا. واول ما وصلوا كان المبنى اللي هم رايحينه شكله مبهر وضخم بشكل مش طبيعي، وكانت صدمته انه خلاص اجبر على الشغل في المكان ده، وان شغله القديم خلاص ينساه. ولما طلع بدأت تعرض عليه كل تفاصيل الشغل، وقالت له بس قبل اي حاجة لازم اعرف انت بتعرف تعمل ايه بالظبط. وطبعا ما قدرش يقول لها انه بيعمل اكتر من حاجة، وقال لها انه بيقدر يضرب رماح ثلجية بس. ولما وراها البنت انبهرت، وده لانه بيقدر يعمل كده ويظهرها من العدم.
وحماس البنت الغريب خلاه يترعب اكتر واكتر. ولما راح الاوضه بتاعته خاف انه يكلم كارل هناك احسن تكون الاوضه متراقبه. ولما نزل الشارع عشان يشتري الحاجات اللي لازم يسلمها في العالم التاني، كارل قال له خد بالك عشان في حد بيراقبنا. واول ما جت فرصه ليه عشان يدخل الحمام، دخل حمام عمومي وطلب من كارل انه ينقله مملكه هيرز. واول حاجه عملها طلب منهم شويه وقت على ما يوفر ليهم البضاعه، وادى لفرنش المرتب بتاعه. ولما رجع نام لقى حد بيصحيه من اول ما النور شقشق، وكانت هوشي اللي لبست وجهزت كل حاجه وبتقول له يلا عشان نبدا شغل. فلما حاول يهرب منها بشياكه مسكت الباب وقالت له ده عند طنط ساكي. فقال لها يا ست الكل وربنا نفسي انام شويه انا ملحقتش. قالت له مش مشكلتي يا حلو، وانا كل اللي يهمني دلوقتي انك تجهز عشان نشوف اللي ورانا ونخلصه. لحد ما جه عليهم واحد اسمه اكو وشكله مش طايق حد، ومراته مدياله بالشبشب قبل ما ينزل. فقال لهوشي اجري على مكتبك خلصي اللي وراكي، اما انت بقى يا عم ساكي فقبل اي حاجه لازم تخلص تدريباتك. واداله تليفون وقال له ده يبقى مفتوح طول الاسبوع، وشكل كده الفتره الجايه ولا هيبقى فيها راحه ولا بالراحه. لدرجه ان ساكي قال لنفسه ان لو اتقفلت قوي ومعرفتش ارتاح ههرب من العالم ده كله واشوف لي مكان تاني اقعد فيه. ولما الراجل مشي بدات الفحوصات الطبيه لساكي، وخد كتاب ارشادات قد دماغه. هو بعد ما قعد وفهم الكلام من واحد من المسؤولين، فهم انهم قدام الناس كلهم يعتبروا جزء من الشرطه، وده خلاه يفهم ازاي هوشي كان معاها سلاح. وكان اغرب طلبه منه الراجل انه عايزه يشكل فريق ثنائي مع هوشي، وتقريبا الراجل كده يعرف عنها بلاوي ومتاكد ان ساكي لبس في حيطه بقراره ده. بس مش ده المهم، لان اول مرتب ليه كان 1,000,000 ين، وده هيخليه يقدر يوسع تجارته بشكل مش طبيعي. ولما رجع البيت لقى البنت جارته مستنياه لحد وقت متاخر جدا. فلما سالها عن السبب اللي كانت عايزاه عشانه، كانت البنت محضره ليه شويه حلويات، وقالت له اول ما اتعلمت اعملهم قلت انت اول واحد لازم يجربهم. وطبعا فرح جدا من الهديه دي. فقالت له انا بقى عايزه كمان اسالك عن البنت اللي كانت معاك دي. قال لها دي مجرد مرشده ليا في الشغل مش اكتر. قالت له ما انا قلت كده برضو لان البنت شكلها صغير عليك، فقلت استحاله يعني. واول ما دخل ساب التليفون بتاع الشغل وخرج هو وكارل. ولما قعدوا في مكان امان، كارل قال له ان في حد دخل شقتك الصبح وانه حط اجهزه في الاوضه، وشكل الاوضه دي كمان متراقبه. ويا عين الواد بقى متحاصر من كل مكان ومفيش اي حته قادر انه يشم نفسه فيها. وقرر انه يكلم اكو وقال له مساءك فل يا معلم، انا اسف بس الصراحه اللي انتوا بتعملوه ده ما فيهوش ريحه الجدعنه، وعمال تراقبني هنا وهنا، وادام شاكك فيا قوي كده ما تدخلنيش المنظمه يا عم. فاكو قال له الف مبروك يا زعامه، انت نجحت في اختبار الولاء وطلعت راجل مظبوط وزي الفل، واننا عايزينك معانا لان واحد موهوب وحسه الامني عالي زيك هيكون مفيد جدا للمنظمه بتاعتنا. وبعد ما قفل المكالمه كان كل اللي شاغل باله ومضايقه هو حياته الحاليه، وانه كان فاكر ان القوه دي هتخليه يعيش حياه هاديه، بس ما كانش يعرف ان دي بدايه المرار كله. وتاني يوم على طول ساكي استغل الفرصه وطلع على العالم التاني. وبعد ما خلص جلسه التدريبات بتاعته، كارل كان معجب جدا بادائه لانه ما شافش حد بدا سحر قريب كده واتعلم بالسرعه دي واتطور كمان. ويا ريته سكت لحد كده، ده كمان بعد ما بيخلص تمريناته بيقعد يسجل كل التعويذات اللي اتعلمها. فكارل قال له يا عم سهل على نفسك وشوف لك اي كتاب سحري وخلاص. وشكل هدفه الجديد هيكون انه يلاقي كتاب سحري مناسب ليه. وبعد ما خلص طلع على التاجر على طول، وكان المنتجات اللي معاه المره دي هو اللاسلكي والحجاره، واللي كانوا اعجاز علمي بالنسبه للعالم ده. وادام خلصنا بيعه حلوه يبقى لازم ناكل اكله حلوه زي البيعه. وبعد ما خلص اكل التاجر قال له انا عايز اشتري منك كل المخزون بتاع العنصر ده، لان الملك قال لي ان اي حاجه مميزه تجيبها بعد كده احاول اشتري منك المخزون بتاعها كله. ولما خلص معاه طلع على فرنش، وكانت الدنيا فوق بعضها والشغل ملهوش حل. فساكي قال له والله انت راجل معلم وتستاهل القبض وفوقيه بوسه كمان. واللي كان ازيد من كل مره لدرجه ان الواد نفسه اتفزع، ده كمان جايب له شويه وصفات جديده يستخدمها في الشغل بتاعه. ولما خلص ورجع العالم بتاعه كالعاده هوشي صحته من النوم وقالت له ان عندنا مهمه ولازم تيجي حالا. وفعلا قام وجهز وخدها جري على هناك. واول ما راح كان في شويه موظفين ما يعرفوش مين ده اساسا، فاكو عرفهم بيه. وشكل كده ساكي هيقابل شويه مشاكل في المكان ده لحد ما يتعودوا على بعض. لكن المهم ان طلع هو وهوشي سوا عشان ياخدوا كل المعلومات
اللي محتاجينها عن المهمة، وان المجموعة دي من الناس بيستخدموا قدراتهم بشكل قذر واجرامي، وان كان واحد منهم هو اللي هجم على هوشي، وان الباقي دول مشتبه فيهم هم كمان، وعشان كده مطلوب من ساكي وهوشي انهم يقبضوا عليهم. وفعلا استعدوا واتحركوا عشان يروحوا يقبضوا عليهم، وخلاص ساكي كان هيموت من التوتر، والعيال اللي مشتركين معاهم في المهمة عمالين يرازوا فيه ويوتروه اكتر. فقالت له يا عم ما تقلقش، وان المخاطرة كبيرة بس المكافأة هتبقى اكبر بكتير. وفعلا اول ما وصلوا المكان كل واحد خد مكانه واستعد، واول ما جت الفرصة المناسبة دخلوا وحوطوا المكان كله بقوتهم لحد ما حسوا ان مفيش حد موجود في المكان، ولسه هيتحركوا عشان يخرجوا من المكان سمعوا صوت صريخ جاي من المقر بتاع الفرقة دي، وبدأت قوة سحرية غريبة تهز المكان وترفع كور البولينج، ومن وسط دوامة جبارة بدأت الكور تتحدف عليهم زي الطلقات، واللي كان بيحاول انه يقاوم كان بيتعامل معاه الصح، اما ساكي فكان مرعوب لحد ما هوشي طلبت منه الدعم، وبدأوا يستخدموا قواتهم السحرية هما الاتنين، وعملوا بيها حاجز كان قادر يوقف سرعة الكور. لكن القوة الجبارة دي استحالة يكون ده اخرها، لان الهجوم رجع اقوى من الاول، والمرة دي شايل واحد من الفريق معاه، واول ما سابه عشان يقع هوشي بنت اللعيبة عملت له مجال مائي تحتيه لحقته قبل ما يتدغدغ، وطلب من ساكي انه يسيب المكان ويخرج لانه لو فضل هنا هيموت، لكن قرر يعمل فيها سيد الجدعان وقال لها انا رجلي على رجلك حتى لو هموت، لحد ما اخيرا المسؤولة عن كل ده ظهرت، ويا ريتها ما ظهرت لانها جابت هوشي من قفاها، وقبل ما تكسر لها عظمها لحقت نفسها في الوقت المناسب، وبدأت انها توجه هجمات قوية بشكل مرعب على البت، لكن كانت بتتفاداها بكل سهولة لحد ما قربت منها، فهوشي حاولت انها تعمل بينهم حاجز، لكن قبضة واحدة بس البنت قدرت انها تدمره، واول ما حطت ايديها عليها بس هوشي فقدت الوعي، فساكي قرر انه يخرج بيها وقال لها بعد اذن الحلوة بس لو تديني 5 نتكلم بهدوء، فقالت له عايز ايه بوش امك المستفز ده؟ قال لها اهدي بس يا استاذة، انا عارف ان قوتك جبارة والصراحة انا احترمت قدراتك دي كلها، فكنت عايز بس استسمحك انك تديني اسم الجماعة بتاعتكو يمكن اقدم ورقي وانضم ليكو ولا حاجة. قالت له يا نهار ابوك اسود، انت شكلك جديد ونونو وما تعرفش عننا حاجة. فقال لها ايوه صح عندك حق، انا بس والله يبقى ليا الشرف يعني لو خليتيني اقابل بقية صحابك دول. وبدأ الحديث بينهم يدور واحدة واحدة وبكل ثقة من الاتنين، لكن ما كانتش تعرف ان ساكي بيغفلها وبيجهز تعويذة، وبهجوم مش طبيعي عليها البنت ما بقتش مصدقة ان في قوة زي دي، ولما حاولت انها تهجم عليه بدأ يتصدى للهجمات ورد لها الهجوم اقوى 100 مرة من اللي قبله لحد ما ظهر 2 كمان. اما البنت الغريبة دي فقالت له انت مين ياض انت بالظبط؟ فقال لها تقدري تقولي عليا مستجد زي ما قلتي، واهم حاجة انك لو وعدتيني ما تقوليش لحد عن قوتي دي، وعد مني انا كمان اطلعكم من هنا على خير. فقالت له اتفقنا يا عم المستجد، وعامة بابنا مفتوح ليك في اي وقت لو حبيت تبقى واحد مننا. فقال لها قبل ما تمشي بس عايز طلب كمان، وان القادة بتوعنا اللي اتخطفوا دول هكون مبسوط لو رجعوا. وفعلا وافقت، ولما خرج اكو ما كانش مصدق اللي حصل واللي بيحكيه ده، وقرر يعمل نفسه عبيط ويمشي معاه. وبعد ما كل حاجة خلصت راح اطمن على هوشي واللي طلبت منه انهم يتعشوا سوا عشان تشكره على انقاذها. فلما راحوا المطعم ساكي قال لها انا اللي عايز اتاسف لك والله، لان الاذى اللي وقع عليكي ده وقع بسبب ضعفي، المهم بقى خلينا نطلب حاجة ناكلها عشان انا خلاص هموت من الجوع. وفي وسط كلامهم ساكي اتصدم ان سنها 16 سنة، فقال لها ايه اللي رماكي على شغلانة زي دي يا بنتي؟ قالت له اكل العيش مر، والقبض بتاع الشغلانة دي مفيش زيه في اي مكان، وشكل الليلة دي هتكون بداية اول صداقة حقيقية في حياة ساكي. وبعد ما رجع البيت قرر انه يعمل الواجب مع كارل بوجبة يشكره بيها على كل حاجة عملها له. وبعد ما خلصوا اكل طلب من كارل انه يعلمه سحر العلاج، وطبعا كارل مش هيتأخر. وده كله كان اللي في دماغه لحد ما تاني يوم الصبح اصطبح بمصيبة، لان الملك قال له ان في حرب مملكة هيرزا هتدخلها قريب، وان الحرب دي حياة او موت، وانه عايز ساكي يعمل اي حاجة ويتصرف باي طريقة عشان يساعدهم يكسبوا الحرب دي. وطبعا ساكي مش عايز يتورط في حرب ولا غيره، فقال له يا باشا انا حرفي على باب الله وماليش في الكلام ده. فالملك قال له انا عارف انك حرفي، بس الموارد اللي بتجيبها لنا دي بتقدم لنا عون كبير، وعشان
كده عايزك تورد لنا المنتجات دي طول الفترة المحددة. وفي وسط الكلام الملك قال له سمعت عن حد اسمه حكيم النجوم قبل كده؟ وطبعا كان هاين على ساكي يقول له انه على كتفي اهو، بس ما كانش ينفع. فلما قال له لا، قال له ان الراجل ده حمى المدينة دي لسنين كتير وقت ما السحرة كلهم كانوا سابوها ومشيوا، وان الساحر العظيم ده بعد ما ناس كتير اتغاظت منه وحبت تقف في طريقه اتقتل، ومن وقتها بقى والدنيا بقت بايظة على الاخر في المملكة. وعشان كده انا قررت من الوقت ده اني هضحي بكل حاجة، حتى لو روحي كانت التمن، بس انا هضحي عشان احمي ارض المملكة دي واهلها. فساكي قال له اعتبرني جندي من جنودك، واني هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اقدم لك العون المناسب. ولما خرج من القصر فضل يتمشى هو وعم كارل في كل حتة في المدينة. ولما سأل كارل عن توقعه للي هيحصل في الحرب دي، قال له ان مملكة هيرز هتلحس التراب بمعنى الكلمة. فساكي قال له الصراحة انا حاسس اني عايز اساعد المملكة دي. وطبعا كارل كان ناوي يفتح له دماغه بسبب القرار المتخلف ده. فساكي قال له اهدى بس ونفكر بالعقل. ولما وصلوا المطعم عند فرنش كان خارج من عنده شوية طباخين وهو كان وشه مقلوب بشكل غريب. فلما سأله قال له ان مديري القديم هددني عشان ابيع له الوصفات الجديدة. فساكي قال له اشتغل زي ما انت، ولو الموضوع ده حصل تاني بلغني وانا هرجع لك حقك. والمحطة اللي كانت بعد المطعم هي واحدة من اكبر شركات التجارة في مملكة هيرز. ولما دخل قابل حد من المسؤولين وكان معاه قائمة من الموارد الاساسية اللي عايز يوفرها. فالراجل قال له كمية الموارد دي تقول ان اكيد في حرب. فساكي قال له بالظبط، وعشان كده الملك كلفني اني اوفر الموارد دي. فالراجل قال له الصراحة ثقتك في نفسك عجبتني، بس اسمح لي اقول لك ان شكلك غريب عن المكان اللي احنا فيه ده. فقال له الصراحة وان شغلي بيطلب اني اروح في اكتر من مكان. وطبعا الراجل كان مبهور بكلامه وقال له اتمنى انك تبقى ناوي تتعامل مع شركتنا احنا وبس. وفعلا اتفقوا على كل حاجة والموارد بقت مضمونة. والصدمة الكبيرة بقى كانت صدمة الملك، واللي ما كانش مصدق ان ساكي قدر يعمل كل ده، وبقى عمال يقول له انا مش عارف الصراحة اشكرك ازاي، وكأنك نسخة من حكيم النجوم يا جدع. فساكي قال له اما صحيح انا عايز اعرف ايه حوار الاسم ده. فقال له انه اتسمى كده بسبب عدد التعويذ المهولة اللي يعرفها، وانه تقريبا اكتر ساحر شفته في حياتي عنده معرفة وعلم. هو بعد ما الملك شكر ساكي وجهز له كل حاجة عشان يسافر، بعد شهر تقريبا جاله خبر موت الملك بسبب الحرب دي. لكن زي ما في اخبار وحشه في اخبار حلوه، لان اكو استدعاه على ملا وشه وقال له ابسط يا عم، اهو طلع قرار بترقيتك، وان بقى مهمتك الجايه هيبقى مطلوب منك انك تجند ناس من العصابه اللي انت واجهتها قبل كده، وهيكون المساعد ليك في المهمه دي هي هوشي. وبرغم انه ما كانش عايز يشتغل مع هوشي، لكن لما عرف تفاصيل اكتر عن المهمه فما كانش قدامه حل غير انه يوافق. وفي اخر اليوم اول ما رجع البيت كانت البنت جارته قاعده نفس قعدتها، ولما قامت وسلمت عليه قال لها بصي بقى يا ستي، زي ما افتكرتيني بهديه افتكرتك النهارده وقلت اجيب لك حاجه تحلي بيها بقك. واول ما دخل الشقه راح يطمن على كارل واللي كان شايل الهم بسبب خبر موت مولر. فساكي حاول ياكله اي حاجه حلوه تخليه يفك شويه. فكارل قال له والله الدنيا دي ما دايمه على حال، وعم مولر ده كان في عز شبابه وراجل ما فيش منه اتنين، بس هو كده الموت بيجي من غير انذار. وكل اللي كان ساكي قادر عليه في الوقت ده انه يواسيه بس. وبعدها انتقلوا هما الاتنين لمملكة هيرز. ولما راح طلع على فرنش عشان يطمن عليه، واللي كان المدير القديم بتاعه خفف لعب معاه وما بقاش يهدده زي الاول، لحد ما ساكي فجأة لقى التاجر اللي بيشتغل معاه داخل بيجري عليه وقال له ان كبير خدم الملك مولر طلب يقابلنا. واول ما وصلوا الراجل عرفهم على اليسا بنت مولر وقال لهم ان في مشكلة عندهم في الخلافة، لان اخواتها الاتنين الكبار بيتخانقوا على الحكم، وهي شايفة ان في واحد منهم لو مسك الحكم هيخرب بيت المملكة كلها. وكان طلب كبير الخدم انهم ياخدوا اليسا لانها خايفة يصيبها اي ضرر في النزاع ده. فصاحب الشركة التجارية وافق وقال لها ده يبقى يوم المنى لما سيادتك تيجي وتقعدي معانا. اما ساكي فقال لهم طب انا استدعيتوني ليه في الليلة دي؟ فكبير الخدم قال له لان الملك قال لي قبل كده ان عندك ادوات مميزة جدا، وانا كنت عايزك تزودني بواحدة من كل اداة من الادوات دي. وبرغم انها مصلحة ليه يعمل قرشين حلوين، لكن بقى حس ان في حاجة غريبة ومش قادر يفهمها. ولو عايز الحقيقة يا ابن عمي فساكي احساسه في محله، والراجل القذر ده بيلعب لعبة وسخة عشان مصلحته الخاصة مش اكتر. اما بقى ساكي فبعد فترة من وجود اليسا في الشركة التجارية كان بيحاول يعزمها على الاكل عشان تفك عن نفسها. وفي وقت ما كانوا قاعدين طلبت منه انها تلعب مع كارل، وفضلت نازلة في عصف امه لدرجة ان كارل اتكلم بالغلط. وطبعا عشان محدش ينفع يعرف المصيبة دي فساكي قرر
كارل انه يحسسها انها اتجننت وبيتهيأ لها، لحد ما فجأة صاحب الشركة دخل عليهم وقال لإليسا انها لازم تتحرك معاه بسرعة. ولما وصلوا القصر كان سيوف اخواتها موجودة وغرقانة دم، فكبير الخدم قال لها اننا قلبنا الدنيا عليهم لكن ما وصلناش لأي حد فيهم، واني اسف بس لازم اقولك الحقيقة، وان في ظل اختفائهم وموت ابوكي لازم انت اللي تتولي الحكم، لان ما ينفعش غيرك ياخد اللقب ده دلوقتي. فلما قالت له ازاي ده يحصل قال لها انك ممكن تتولي الحكم بالاسم بس، اما الشؤون كلها فسيبيها عليا انا هتولاها. وطبعا البنت وسط الهم والحزن اللي هي فيه ده كله ما كانش قدامها اي حل غير انها تقبل. وبعد ما خرجوا واتحرك هو وصاحب الشركة التجارية قرر ينزل وقعد هو وكارل يفكروا في كل اللي بيحصل. فكارل قال له انا مش عايز الحال يفضل كده، وان موازين الحرب لازم تتقلب. وبرغم ان ساكي نفسه في حياة هادية بس قرر انه يلحق المملكة قبل ما تنهار. وفعلا كارل في ساعتها قرر انه يستخدم تعويذة الطيران، واللي كان اول مرة يستخدمها مع ساكي وبقى مبهور بيها، لحد ما اخيرا وصلوا لمكان خيم جيش العدو. ولسه ساكي بيفكر في طريقة يهجم بيها، كارل قال له سيب لي انا الطلعة دي، وبتعويذة جبارة هجم على المخيمات وبدأ ابوها في ثواني لحد ما لمع ضوء احمر منها وكأنه انذار. وفي لمح البصر حصل عليهم هجوم سحري جبار خلى الحاجز بتاع كارل يتدمر. وفي وقت ما كان ساكي نازل من السماء وكأنه نيزك بعد الهجوم ده، كارل لحقه بتعويذة مائية قبل ما جسمه يتدغدغ. اما بقى كارل فلسه قدامه ليلة طويلة في سما المملكة، هجمات جبارة بينه وبين البنت الساحرة دي مش بتخلص، قوات متقاربة وسرعة مش طبيعية وصعب حد فيهم يفوز. اما بقى ساكي وقت ما كان واقف ومش عارف يتصرف ازاي، كانت صدمته الكبيرة انه شاف الملك مولر وابنه، والواد كان مصاب اصابات مش طبيعية. والحسن حظه ان ساكي اتعلم سحر العلاج، فمولر قال له شكرا على انقاذك ليه، وكان مستغرب تماما انه بيقدر يستخدم السحر. وطبعا ساكي الكلام وقف في زوره وما بقاش عارف يحور يقول له ايه بالظبط، وحاول يخرج من الكلام باي طريقه وقال له يا عم مش وقته، قول لي بس اللي حصل، انا اخر حاجه سمعتها انكم متوا في الحرب. فمولر قال له يا عم اللي حصل حصل، المهم اننا عايزين نوصل ابني لاقرب مستوطنه، فارجوك تساعدنا وتكون معانا عشان نقدر نعمل ده. وطبعا ساكي وافق وكان عايز يعمل اي حاجه يساعدهم بيها، لحد ما فجاه بدات تهجم عليه رماح من كل حته، فساكي اتصدى ليها وبدا يهجم على كل الجنود اللي بتتحرك ناحيتهم. وبقوه جباره مولر دخل وسط الجنود وبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني. المهم بقى انهم اول ما وصلوا المستوطنة كانت بتنهار بمعنى الكلمة، لان عدد مهول من الاورك كان بيهجم عليها. فساكي اتدخل وبدأ يهجم عليها، لكن ايد لوحدها ما تسقفش، ومولر وابنه بقوا نازلين طحن فيهم ومحدش قادر يقف قدامهم. وبرغم كل اللي قتلوهم دول لسه باقي عدد مش قليل تماما، خاصة ان الموضوع صعب لان دول من اقوى فئات الاورك. ولسه مولر جاي يقول لابنه انها سهلة وهنخلص عليهم في السريع، ظهر اللي صعب كل حاجة في ساعتها، وحش. كلمة عملاق دي قليلة عليه، واول ما بدأ يجري عليهم ساكي بقوة الرعد هجم عليه خلاه يجيب ورا. فمولر حب يعمل فيها جدع، وفي النهاية مفيش غيره اتوجع، وكان خلاص بينه وبين الموت قبضة واحدة من الوحش. بس حاجز ساكي قام بالواجب وبدأ انه يعالج مولر عشان يقدروا يكملوا القتال. وفي وسط ما كان الوحش خلاص على اخره وقع عليه صخرة حجمها مش طبيعية من السماء، وكانت دي بشاير وصول كارل، بس برغم حجمها ده كله ما حوقتش فيه، فما كانش قدام كارل اي حاجة غير انه يستخدم جولم صخري، واللي كان ماسك الوحش نازل فيه غسيل ومكوى لحد ما وداه في رحلة ذهاب بالعودة. وبعد ما كل حاجة خلصت ساكي شكر كارل، لكن كارل قال له انا اللي لازم اشكرك واتأسف لك. وفي وسط النقاش الجميل اللي كله مشاعر ده مولر كان واقف متجمد ومش فاهم هو بيهلوس ولا ايه بالظبط، ولسه جاي يسأل ساكي هل فعلا الطائر ده بيتكلم. ساكي قال له ان ده المعلم السحري بتاعي. فمولر قال لكارل اعذرني من سؤالي بس انت حكيم النجوم مش كده. فكارل قال له ليك وحشة يا مولر والله. وطبعا الصدمة حلت على الكل، ومولر انحنى تقدير ليه واعتذر له وقال له ان طبعا النبلاء هو السبب في كل اللي بيحصل ده. فساكي قال لهم ان اللي حصل حصل، وان حياة كارل الجديدة مختلفة عن زمان، عشان كده اتمنى انكم تخلوا موضوع رجوع حكيم النجوم ده سر بينا، وطبعا حاجة زي دي استحالة تتحكي الا في مستشفى المجانين. وبعد ما رجعوا القصر محدش كان مصدق انهم رجعوا وانهم لسه عايشين. اما اليسا فكانت حاسة انها في حلم وعايشة في خيال، حتى صاحب الشركة التجارية مش مصدق اللي عينه شايفاه. فساكي قال له ان دي قصة طويلة بس المهم انهم رجعوا، وبجملة الصدمات اخوات اليسا طلعوا هم كمان عايشين، واللي حصل ده كان
فيلم كبير والكل عايشه. فمولر راح لساكي وقال له شكرا على كل حاجة، وواجب انك تعرف ان كل اللي حصل ده كانت خطة كبيرة عشان نقدر نسيطر على الحرب والصراع بين العائلات، وكان الهدف الاكبر من الخطة دي هو كشف مين الخاين ومين مش خاين. وطبعا الخاين الكبير كان واقف في نص هدومه، هو متأكد انه اتقفش لان مولر كان بيحكي ليهم كل حاجة حصلت بالتفاصيل لحد ما راح لكبير الخدم بنفسه. اما بقى اليسا فراحت لساكي وكانت بتشكره على كل حاجة عملها عشانهم، وطبعا من كسوفها ما قدرتش تقف قدامه وطلعت تجري زي العبيطة. وخلونا نسيب مملكة هيرز دلوقتي ونروح للبنت الصغيرة جارة ساكي، واللي كانت مستغربة انه بقاله فترة مش بيرجع البيت، خاصة ان دي مش عوايده. وفي وقت ما كانت في طريقها للبيت مروحة في واحد من ممرات المدينة لقت بنت مقتولة، وكان المشهد مرعب بالنسبة لها. وطبعا اول ما الخبر سمع الدنيا اتقلبت، وبعد ما قعدوا يحققوا مع البنت وخدوا منها كل المعلومات سمعت شوية عيال من اللي شغالين في المنظمة بتتكلم عن هوشي وساكي، وان ساكي هو مصدر المية بتاع هوشي. اما بقى ساكي فكان مستغرب ان كل الوقت اللي قعدوا هناك ما عداش فيه غير يومين بس في العالم بتاعه، لان بعد كل حاجة حصلت راح هو وملك هيرز لأكبر ملوك القارة كلها، واللي ادى لمولر منصب مهم في قيادة القارات. حتى ساكي بقى ليه مهام خاصة في المملكة، وكل ده في يومين بس من العالم بتاعه. اما بقى هوشي لما راحت لساكي قالت له بقى انت متلقح هنا ولا حتى في سلام ولا كلام، فلسه جاي يبرر لها. قالت له انجز حالك عندنا شغل. واول ما اتحرك معاها بدأت تحكي له كل تفاصيل الحادثة اللي حصلت، وقالت له ان اللي قتلها طفل بس عنده قدرات روحانية وانه بيقدر يتحكم في النار، وكل الحوادث اللي كان هو سبب فيها حصلت بالقرب من بيته. فقال لها انت مش شايفة ان المهمة دي خطر حبتين؟ قالت له ماكو عشان كده ادانا اذن باستخدام السلاح. واول ما وصلوا المدرسة راحوا للمدير وجمعوا منه كل المعلومات، وفي طريقهم للخروج شافوا الواد نفسه موجود في المدرسة، فقرروا انهم يمشوا وراه عشان يشوفوا اخرته ايه، لحد ما لقوه داخل في مكان مستخبي في المدرسة ولسه هيعملوا عليه كماشة. لقوا شوية عيال مثبتينه وبياخدوا منه فلوسه وماسكينه تهزيق واهانة، وهو حتى لا قادر يرد ولا يدافع عن نفسه. وبرغم ان العيال ضربوه الواد حتى ما فكرش يستخدم قوته في المدرسة. فهوشي قالت له سيب لي الواد ده انا هتكلم معاه واقنعه ينضم لينا، اما انت فعايزاك بقى تكتب تقرير حلو زيك كده للمدير. فقال لها يا ستي لو كده يبقى مصلحة اروح اروق عن حالي شوية. وفعلا راح قعد في مكان راقي جدا وبدأ يشتغل فيه، وبقى متعجب من حال الدنيا وانه بعد ما كانش لاقي ياكل في مدة صغيرة جدا كل حاجة اتبدلت وبقى باشا من البشوات. وفي وقت ما كان قاعد والدنيا معاه تمام التمام شاف الواد ده ماشي مع بنت وشكلها زميلته في المدرسة، فنزل وراهم وفضل يراقبهم لحد ما اكتشف انها هوشي، وبقى مش عارف بنت المجنونة دي بتعمل ايه، ولسه رايح عشان يسألها هي بتعمل ايه بالظبط لقى التلات عيال اللي بيتنمروا على الواد وصلوا وفضلوا يرازوا فيه وقالوا له ان البنت اللي معاك دي تلزمنا. والمرة دي كان الرد قاسي حبتين من هوشي، ولسه واحد منهم جاي يضربها. الواد ما قدرش يمسك نفسه، واول ما غضبه سيطر عليه انطلقت منه طاقة سحرية جبارة قدرت انها تصيب طيارة بارتفاع مش طبيعي. اللي حصل ده مصيبة، وقبل ما الحطام ينزل على المنتزه اللي هم كانوا فيه ساكي جري وعمل حاجز حوالين المنتزه وحماهم من الحطام اللي كان هيخلص عليهم. ولما راح لهوشي قالت له انت كنت بتراقبنا ولا ايه ياض انت؟ قال لها يا ست انت فهماني غلط، ده انا كنت بس معدي بالصدفة وشفتكم مش اكتر. فقالت له طب اخلص يا اخرة صبري واستدعي لينا تلج كتير. واول ما عمل كده حولت التلج كله لمية واستخدمته عشان تخفي اثار اللي حصل ده كله. فقالت له بس قول لي بقى الحاجز ده عملته ازاي بالظبط، وان المفروض الحاجز ده مش من تخصص قدراتك اصلا. قال لها ولا اعرف، انا فجأة لقيته اتعمل كده. فقالت له شكلك ياض بتحور عليا. فسألته لو يعرف حاجة عن مسمى اسمه البنات السحرية. قال لها ايه الحاجات الغريبة اللي انت عمالة تقوليها دي؟ قالت له ان دول عبارة عن 7 بنات صغيرين عندهم قدرات غامضة. ولسه بتكمل كلام لقوا حد بيهجم على الحاجز بتاعه، ويا ريتهم افتكروا مليون جنيه ولا حاجة لان واحدة من البنات السحرية ظهرت. فهوشي استغربت ان البنت دي تعرف ساكي، فقال لها اني من فترة قابلتها حوالين البيت عندي وكانت بتدور على حاجة تاكلها. فالبنت الغريبة دي قالت له شكلك كده طلعت واحد من مستخدمين القوة السحرية. قال لها يا ستي ولا ليا في الكلام ده، عيب عليكي. فقالت له امال الحاجز ده مين اللي عمله بالظبط؟ فقال لها اهدي بس يا حلوة وقولي لي ايه مشكلتك مع اللي بيستخدموا القوة السحرية. قالت له بقتلهم، وان اي حد بيستخدم قوة سحرية بخلص عليه في ساعتها.
فساكي قال لها اهدي بس وخلينا نتفاهم، وانا جيت هنا لما سمعت دوشه وحاجات بتحصل لاني ظابط شرطه. فلما البنت عرفت انه ظابط اتفاجئت وقالت له طب ما تقول كده يا عم من بدري، لكن شكل ولا فيها بدري ولا متاخر، لان البنت بتاعت العصابه اللي كانوا بيحاولوا يقبضوا عليها من فتره وصلت، وبكل هدوء وسلام بتقول لهم لو محتاجين اي مساعده قولوا لي بس وانا هنفذ على طول. فهوشي قالت لساكي اخلع نفسك انت من الحوار ده، وبقوه جباره بدات تهجم عليها، وبرغم انها صابتها لكن البنت التانيه دي ما بتهزرش، وفضلت تقرب من هوشي لحد ما قدرت تلمسها بس وخلتها تفقد وعيها. فساكي قال لها يخرب بيت امك عملت ايه في البيت؟ قالت له يا عم انا مش جايه وناويه شر اساسا، واني اساسا جايه وناويه اطلب منك طلب مش اكتر. لكن كالعاده البنت السحريه اللي معاهم دي عماله تقول لساكي هي مستخدمه السحر دي تلزمك في حاجه. فساكي قال لزعيمه العصابه بقول لك ايه، انا شايف ان الوقت ده مناسب جدا اننا نتعاون مع بعض. فقالت له عين العقل يا كبير والله، وفعلا الاتنين بداوا يتحركوا عشان يهجموا عليها. فالبنت السحريه اتصدمت انه بيستخدم السحر، وهو استغل الموقف ده عشان يلهيها. واول ما زعيمه العصابه هجمت عليها من ظهرها دفعت ثمن التخفيله دي غالي قوي. اما البنت السحريه فما كانتش عايزه تاذي ساكي، فقربت عليه وقالت له فين الجن اللي طلب منك المساعده ادام انت بتقول اننا زي بعض؟ قال لها الصراحه ما عنديش معلومه. ولما سالها عن الجنيه بتاعتها قالت له اني قتلتها. وطبعا الكلمتين دول كانوا صدمه بالنسبه له، وبعد هري كتير اخيرا اقتنعت انه زيه زيها. بس بقى اللي مش عاجبها انه بيتعاون مع واحده زي البنت التانيه دي. فقال لها انا نفسي افهم سبب كرهك للي عندهم قوه روحانيه بالشكل ده. قالت له لانهم قتلوا عيلتي وقتلوا كل الناس اللي حبيتها وكانت قريبة مني. وفي ثواني فتحت بوابة غريبة، وأول ما دخلت فيها كأنها اتبخرت، والعالم ده شكل أسراره كتير وهنلف وندور جواه لحد ما نتعب يا ابن عمي. المهم بقى إن عم ساكي مشي هو وزعيمة العصابة، ولما قعدوا قال لها كنت عايزة تطلبي إيه بقى؟ قالت له الصراحة كده أنا كنت عايزة أشتغل مع نفس الجهة اللي أنت تابع ليها. فقال لها الصراحة القرار ده مش في إيدي. قالت له اتصرف بقى وشوف الريس بتاعك، لأني خلاص حطيتك في دماغي، وان كل الحاجات والقدرات اللي عندك دي لازم افهم عنها كل حاجة. ويا سيدي احنا فيها اهو، حاول تلاقي طريقة اشتغل بيها معاكو، ووعد مش هقول لاي حد عن اللي انا اعرفه عنك. وفي وسط ما كانوا قاعدين لقى اكو بيتصل بيه وبيقول له انت فين انت ومقصوفة الرقبة، وايه القلق اللي عملتوه ده؟ فساكي قال له يا رياسة افهم بس، ده احنا واحنا في نص المهمة طلع علينا بنت من البنات السحرية وكانت مجنونة على الاخر، وفضلت تهجم علينا وطلعت عين ابونا وقرفتنا، ويا دوب لسه قادرين نهرب منها بالعافيه. فقال له طب شوف يلا هتعملوا ايه، لان في مهمه جديده، وان في واحده اسمها شيزو قدمت طلب انها تنضم لينا وشكلها فعلا عندها قوه ممكن تنفعنا. وبعد ما قفل معاه قال لها ان الريس بتاعنا ناوي يعمل معاكي مقابله شغل فعلا، وانا جدعانه مني هقولك على كام حاجه كده، وان اول ما عضو جديد بيدخل في المنظمه دي كل مكان بيروحه او بيعيش فيه بيتزرع فيه كاميرات مراقبه واجهزه تجسس. وفي الوقت ده اللي ردت عليه كانت هوشي بعد ما فاقت، وهو طبعا اترعب لا تكون سمعت اي حاجه عن قدراته، لكن هي كان كل اللي فارق معاها حوار التجسس ده. فساكي قال لها يا ستي ده مجرد اجراء احترازي مش اكتر. ولما خلصوا اليوم وصلوا مقر المنظمه، وهوشي قالت له شكلك انت وشيزو خدتوا على بعض بسرعه. فقال لها البنت كيوت الصراحه. قالت له كيوت في عين امك، انت مش فاهم البنت دي خطر ازاي يا باغل انت، وان قدراتها جباره بمعنى الكلمه وبتأثر على خلايا الجسم في ثواني، وان كمان بيتقال عنها ان تقريبا سنها معدي ال100 سنه. فعمل نفسه عبيط ودخل لآكو من سكات. والبومه اول ما دخلت قالت لآكو انا سمعت انك بتتجسس على الاعضاء بتوع المنظمه. فقال لها وليه لا، وطبعا الكلمه دي خلت هوشي الجنونه تشتغل عندها، وقالت له يعني انت مين بروح امك عشان تحط كاميرا وتشوفني وانا قاعده في البيت؟ قال لها ان سلطاتي تسمح لي اني اعمل كده، وبعدين الكاميرات دي بفضلها قدرت ان اقفش عدد ملوش نهايه من الجواسيس. فقالت له مش مشكلتي، واني عايزه حد يروح يشيل الكاميرات اللي موجودة في بيتي دي. فساكي حب يحسن الموقف شوية وقال له بص يا رياسة، معايا حبة مخلل برقوق يستاهلوا بقك. واول ما اكو دقه بس كأنه دق طعم الحياة لأول مرة. وفي وسط الكلام اكو قال لهم ان بكرة المقابلة بتاعت شيزو. وطبعا هوشي كانت هتتجلط اول ما سمعت الكلام ده، بس هنقول ايه بقى، حكم القوي على الضعيف واستحالة تقدر تفتح بقها. ولما ساكي كان في طريقه ومروح، شيزو قابلته في الطريق وقالت له كنت فين لحد دلوقتي يا صايع؟ ده انا مرمي
مرمية في الشارع كل ده ومفيش مكان ابات فيه، والصراحة انا ناوية ابات عندك. فقال لها ليه ان شاء الله؟ قالت له لاني حطيت كاميرات مراقبة واجهزة بينت لي ان في حيوان غريب بيتكلم عندك جوه، والصراحة ده خلى دماغي تتفرتك وعايز افهم، ولا ايه رأيك اشارك الكارت الجميل ده مع المنظمة بتاعتك؟ فلما حست انه بدأ يقلب عليها قالت له يا عم انا بهزر معاك، ما تبقاش قفوش كده، بس النصيحة مني خليك حذر اكتر من كده شوية عشان ما تلبسش في الحيطة. فقال لها بمناسبة اني خدت بالي صحيح، انا حاسس ان مساعدتي ليكي بتعرضني للخطر والصراحة انا قلقان. فقالت له ما تقلقش، انا مريشة ومعايا قرشين حلوين، شوف اتفاق مالي مناسب ومجزي ليك وانا معاك فيه. وطبعا ادام سيرة الفلوس جت فاكيد عينه هتلمع، وما كانش قدامه حل غير انه يوافق انها تبات عنده. واول ما دخلت كارل هو اللي عرفها على نفسه وقال لها انا عارفك كويس، وبعد ما حكى لها عن نفسه كتير قال لها اني موافق انك تقعدي معانا، لكن التعويض عن ده مش هيكون مادي، واننا عايزين نستغل معارفك في شوية حاجات كده. وطبعا شيزو ما ترددتش ثانية انها توافق. فقالت له بس غريبة يعني، هتحتاج معارفي في ايه؟ قال لها لاننا معانا حاجات قيمتها عالية وعايزين نبيعها، وده لانهم ناويين يستخدموا العملات المميزة بتاع العالم التاني ويعملوا بيها ثروة في العالم ده. فقالت له ان الحاجات اللي معاك دي لو من عالم تاني ممكن يكون للحوار ده شوية عواقب مش سهلة تماما، بس الصراحة انا متحمسة ومستنية اشوف القطع دي. لحد ما اخيرا جه الوقت وبدأت المكالمة بينها وبين اكو، واللي كان بيقول لها انا عارف ان قدراتك عالية، لكن انا حاسس اني محتاج دليل فعلا انك عايزة تنضم لينا، خاصة انك كنتي واحدة من الاعداء وهي عمالة تحاول تسلك معاه الدنيا عشان يمشي لها الحوار بتاعها. لحد ما قال لها اني ممكن اشغلك معانا لكن بعقد مؤقت، واننا هنناقش حوار العقد الدايم ده لما اتاكد من انتمائك. وطبعا البنت كانت في قمه السعاده، اما ساكي فكان مصدوم لان اكو قال لها ان ساكي هو اللي هيكون مسؤول عنك. وطبعا جيري دخل في المكالمه وقال لاكو طب وليه كده يا رياسه، بس ابوس ايدك يعفيني من الحوار ده. لكن اكو خلاص خد قراره وقال له ان دي طريقتي في الشغل. ويا عين الواد بقى هيموت ويكسر دماغ اكو، بس اكل العيش مر يا جدعان. وبعد ما المكالمه خلصت كان لازم شيزو تاخد ساكي ويروحوا يحتفلوا بتعيينها. ولما سألته عن البرقوق المخلل بتاعها ده قال لها والله طلع جامد عكس ما توقعت، حتى اصحابي في الشغل كلوا منه لحد ما شبعوا. قالت له يا عم بالهنا والشفا على قلبك انت واصحابك. فقال لها تسلم لنا يا ست الكل، لكن اهم حاجه عايزها منك الفتره الجايه انك تمشي على عجين ما تلخبطيهوش، لان اي حاجه هتحصل منك كده ولا كده في الاغلب اول ما تترفدي هبقى محصلك انا كمان. وفي وسط ما كانوا قاعدين يتكلموا ومندمجين على الاخر هوشي دخلت عليهم مره واحده، وكان باين على وشها انها مش طايقه اللي خلفوهم هما الاتنين. وقالت له بقى انت سايب الشغل وقاعد مع مقصوفة الرقبة دي تهزروا وتتكلموا؟ فشيزو قالت لها اهدي يا ام سور منتي وتعالي اقعدي اشربي لك حاجة. حتى ساكي قال لها انت فاهمة غلط، اقعدي بس وكلي لقمة عشان يبقى عيش وملح. وبعد ما خلصوا قعدة هوشي قفشت ساكي على جنب وقالت له تعالى بقى عشان انا عايزه اتكلم معاك. قال لها استني بس انا اللي عايزك، وانت قلت انك بتعرفي تتحكمي في السوائل، على كده بقى تعرفي تتحكمي في السوائل اللي جوه جسم الانسان؟ قالت له الصراحه ما جربتش قبل كده. فكان بالنسبه له انها لو فعلا قدرت تعمل كده هيبقى ده انسب حل للسيطره على شيزو المجنونه دي لو لعبت بديلها. وبعد كده قال لها كنت عايزه ايه بقى؟ قالت له خد يا نيله، واني قلت اعمل لك شويه اكل يرم عظمك بدل ما انت شكلك هفتان وخاسس كده. قال لها يا بنت اللعيبه ده انا كنت هموت على الاكله دي والله. وطبعا شيزو مش هتفوت فرصه زي دي وقررت انها تضرب نصها، وده كان هيخلي هوشي تتجنن. فشيزو قالت لها مالك كده حساكي هتفرقعي ولا ما تكونيش غيرانه من علاقتنا ولا ايه بالظبط؟ والكلام ده خلى هوشي وشها يجيب الوان وتقعد زي فردة الجزمه وما تفتحش بقها. اما بقى العالم التاني فكانت الدنيا بتتشقلب فيه، لان ملك القاره اجتمع بكل المسؤولين، وان بسبب المخاطر اللي بتواجه العالم في الوقت الحالي قرر انه يعتمد سياسه جديده، وان خلافه الحكم بعد كده هتكون لاكتر شخص ساهم في ازدهار وحمايه القاره. اما بقى عم ساكي فكان راح فعلا العالم التاني، لانه كان محضر كميه محترمه من العناصر اللي مطلوبه منه عشان يوردها. وفي وقت ما استعد جات له رساله من الملك مولر بنفسه، وطبعا ادام استدعاء من الملك يبقى التاخير اخر حاجه ممكن تفكر فيها. واول ما وصل مولر كان مستنيه واستقبله على طول. فساكي قال له خير يا باشا البشوات، هو في حاجه حصلت
حصلت ولا ايه بالظبط؟ قال له ان ملك القارة اعلن عن سياسة جديدة، وان السياسة دي عملت شوية حوارات ومشاكل بين الطبقات الملكية والنبلاء، لان بسبب اللي بيحصل الفترة دي حس بيأس من ناحية مستقبل الامة دي، فعشان كده ادى حق متساوي بين كل الناس، واللي هيقدم اكبر عون للامة دي هيكون احق بالحكم من بعديه، وان ده عمل مشاكل كبيرة جدا، خاصة بسبب ان الاتنين ولاد ملك القارة بقوا حاسين ان مستقبل الاسرة على المحك. وعشان كده كنت عايز انصحك انك تخلع من هنا بسرعة وتطلع على جمهورية لونج، وانا ليا شوية معارف هناك وهقدر اضمن لك انك توصل ويتعمل معاك الواجب وكله يبقى زي الفل. فساكي قال له انا مقدر كويس انك مش عايز تدخلني في مشاكل، لكن انا حاسس ان لسه في كتير اقدر اقدمه لمملكة هيرز وعايز اكمل هنا. لحد ما فجأة الباب خبط عليهم، وكان واحد من الخدم بيقول لمولر ان في مرسول جه من شركة هيرمان التجارية، واول ما دخل كان جاي بمصيبة لان رئيس الشركة اتحبس، وده كله عشان خبط في عربية الكونت ديتر من غير ما يقصد. فمولر قال له طب اهدى واحكي لي اللي حصل بالتفصيل. وبعد ما حكى له كل حاجة مولر قال له ان في الاغلب اللي حصل ده متحضر له من بدري ومقصود، وان بسبب نجاح مدير الشركة دي في التجارة اخر فترة الكونت ديتر مشاريعه وتجارته بدأت تتضر، وعشان كده كان لازم يتصرف عشان يحط لنجاح رئيس الشركة دي حدود. فساكي قال لمولر ما تشغلش بالك بالليلة دي كلها، وانا بنفسي هروح اقابل مارك مدير الشركة واطمن عليه. فمولر قال له والله ما عارف اودي جمايلك فين، واداله خنجر وقال له انه طول ما ده معاك ونطقت اسمي اي كلمة هتقولها كأنها طالعة مني انا بالظبط. واول ما وصل السجن دخل لحد الزنزانة اللي مارك فيها، واول ما وصل استخدم سحر العلاج بتاعه عشان يعالج جروح مارك اللي كان شكله واكل علقة محترمة. فالحارس اللي كان على الزنزانة بدأ يهلفظ بالكلام. فساكي قال له الا بقول لك صحيح انا عندي رسالة عايزك توصلها للي مشغلك، وشكله كده ناوي يلعب على كل الجوانب ويكسب كل الاطراف. وبعد ما خلص مشواره ده كانت المحطة التانية هي الشركة التجارية الكبيرة اللي اتفق معاها على الموارد. فالراجل قال له قول لي المرة دي اقدر اساعدك ازاي، لكن المرة دي كان الطلب مختلف حبتين لان ساكي ناوي يعمل شركة تجارية كاملة خاصة بيه. فالواد تنح حرفيا وقال له انك اكيد مش فاكر اننا هنوافق على اقتراح زي ده. فساكي قال له ليه لا، خاصة يعني ان هيكون ليك مصلحة كبيرة في حاجة زي دي. ولما طلع له المنتجات اللي معاه وفرجوا عليها الراجل عينه زغللت، بس كان لسه عند رأيه ان دخولهم مع مملكة هيرز في صفقة زي دي مخاطرة كبيرة. فساكي قال له طب انا عندي اقتراح، وان المرة الجاية انا هديكوا كمية كبيرة من المنتجات دي، وعشان تضمن يا عم انا مش هاخد بقية الفلوس غير بعد تأسيس الشركة. وطبعا قدام عرض زي ده الواد ما قدرش انه يرفض، اما ساكي فقرر انه يسمي الشركة شركة مارك التجارية. ولما ساكي راح ياكل هو وكارل بعد ما خلصوا اللي وراهم، ساكي كان باله مشغول بطريقة يقدر يحول بيها الفلوس من هنا لحاجة قيمة في العالم بتاعه. فكارل قال له اعتقد ان الذهب هو الحل، وان ده تقريبا الحاجة الوحيدة اللي مشتركة بين العالمين. وطبعا دي كانت فكرة في الجون ودخلت دماغ ساكي وعششت كمان. فكارل قال له بس عشان نقدر نعمل كده لازم نشكل العملات الذهبية دي على شكل سبايك، واننا لازم نزود النقاء بتاعها كمان. وفي اخر اليوم ساكي كان واقف قدام الفندق مستني كارل، فجاله خبر ان حد مستنيه بقاله شويه، واكتشف ان اللي كانت مستنياه هي اليسا. ولما راح عشان يتكلم معاها طلعت عارفه كل حاجه حصلت، وقالت له انها قلقانه على مارك. فقال لها يا ست ما تقلقيش، وان انا وابوكي بنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نخرجه من اللي هو فيه ده. وفي وسط ما كان واقف بيطمنها عم كارل قرر يعمل فقره الساحر، وظهر بتعويذه الانتقال بتاعته وقال له لا مؤاخذه يا حماده اتاخرت عليك. طبعا اليسا اول ما شافته بيتكلم اتجننت، وقالت له شوف بقى انه بيتكلم زي ما قلت لك وخلتنا افتكر اني مجنونه. وطبعا في موقف زباله زي ده ما كانش في حل غير ان كارل يعرف نفسها ليها. وساكي قال لها انه من سلاله نادره ومميز جدا، ولو حد عرف الحقيقه بتاعته هنضطر نسيب المدينه كلها ونمشي. فقالت له يا عم ما تقلقش سرك في بير. ومفيش دقايق واول ما البنت فلتت رجلها من المكان جت زياره تانيه لساكي، والمره دي كان فرنش. فراح قعد معاه شويه وراح بقى عشان ينقل اللي كان محتاج ينقله للعالم بتاعه. واول ما وصل كانت شيزو مستنياه، فقال لها افتحي بقى وشوفي البضاعه اللي عايزين نبيعها. ولسه بتفتح الصندوق لقوا المسخوطه اللي اسمها اليسا كانت مستخبيه جواه، واللي كانت في الوقت ده البلد كلها مقلوبه عليها وعمالين يدوروا عليها في كل مكان. وطبعا ساكي كان في موقف ما يتحسدش عليه ابدا، لانه طبعا قايل لإليسا كلام وقايل حاجه تانية تماما لشيزو، ولو اتكلم مع اي واحده في
اي حاجه هيتفضح قدام التانيه ويبقى شكله عره. فكارل قال له ما تقلقش يا عم، هو انت فاكر اصلا اليسا بتتكلم لغه شيزو تقدر تفهمها؟ ده الناس هناك بتفهمك لاني بستخدم عليك تعويذه تخلي كلامك زي كلام المحليين. فقال له يا ابن اللعيبه ده انت نجدتني والله. فقال لي اليسا تقدري تفهميني اللي انت عملتيه ده ايه بالظبط؟ قالت له لا يا حبيبي انت اللي تفهمني، لانك شكلك كده ورا اللي حصل لمارك، كل تصرفاتك غريبه ومعاك كمية دهب مهربها، اكيد ده القبض اللي خدته مقابل اللي انت عملته فيه. فقال لها انت عندك حق تشكي، لكن اللي انا بعمله دلوقتي ده لمصلحة مارك، واني ناوي اتاجر مع الست دي عشان اجمع فلوس اكبر واقدر افيد مارك واخرجه من اللي هو فيه. فقالت له يعني انا كده المفروض اثق فيك ولا اعمل ايه بالظبط؟ ولسه جاي يطمنها البنت اترعبت بسبب هجوم شيزو عليها، ولحسن الحظ ان كارل كان موجود لانه قدر انه يبعدها بتعويذة جبارة، وقال لها اخيرا ظهرت حقيقتك اللي كنت متأكد انها هتظهر. فقالت له يا عم ده كان عندها حاجة لازقة في شعرها وكنت هشيلها لها. قال لها شعر مين يا ام شعر؟ وفجأة من وسط تعويذة قوية سيطر على جسمها كله بلعنة، وقال لها ان في كل مرة نيتك هتبقى شر من ناحيتنا اللعنة دي هتبدأ تنتشر اكتر واكتر لحد ما يجي الوقت ويتختم عليكي وتتدمري تماما، ولو عايزة بقى تعيشي زي البني ادمين فتمنى تنضفي وتصفي نيتك من ناحيتنا، لان انت الوحيدة اللي هتندمي، اما هي ما بتتعلمش. واول ما حاولت انها تهجم عليهم من جديد الحاجز منعها. فساكي قال لإليسا شفتي بقى الدنيا هنا مش سهله ازاي، يلا بقى عشان اروحك ابوس ايد امك. فقالت له انا لسه ما خلصتش كلامي. قال لها روحي انت بس وانا هجيلك نرغي براحتنا، لكن هي راسها والف سيف انها تعرف الحقيقه كلها قبل ما تمشي. فقال لها طب انا هاخدك لفه في المدينه الاول وبعدها نتكلم. وفعلا خدها على واحدة من السفن السياحية واللي لفت بيها المدينة كلها، وكانت متفاجئة من كل حاجة بتشوفها. فقال لها عشان كده بقى مش عارف اشرح لك اي حاجة، لان المكان ده هو الموطن بتاعي ومهما شرحت لك عنه مش هتقدري تفهمي اي حاجة. فقالت له بس انا لسه عندي سؤال، اللي يخلي واحد عايش في عالم زي ده يجي عالم كحيان زي عالمنا؟ فقال لها سؤال حلو يا أزعة، بس تقدري تقولي يعني اني كنت بدور على الراحة لحد ما طلعت لهم شيزو زي الخازوق وقالت لهم مش عيب عليكم تقفوا تتكلموا وتسيبوني شبه الجردل كده ومحدش معبرني؟ فقال لها ولا طلعناكي ولا حاجه يا ستي، ده كل اللي في الموضوع ان اليسا كان عاجبها اللبس بتاعك مش اكتر. فشيزو فرحت على الاخر وقالت له ربنا عشان حلاوتها دي لاجيب لها واحد يليق عليها. ولما وصلوا المدينه بداوا يلفوا من مكان لمكان، وحتى الاكلات اللي جربوها خلت اليسا تحس انها عاشت من جديد. وفي وسط ما كانوا قاعدين يضحكوا ويهزروا عيل صغير كان هيقع في النهر، وطبعا اليسا ام الشهانه والجدعانه قررت انها تستخدم السحر عشان تنقذه. وعشان المنحوس منحوس حظهم المنيل ان كان في برنامج تلفزيوني بيصور بث مباشر، فشيزو جريت عشان تحاول تسيطر على الموقف باي طريقه. بس بعد ايه بقى ساكي حط نفسه في مصيبه وطلع يجري هو والعيال، لان المنظمه اكيد هتحط عينيها على اليسا وهتبقى ليله مش فايته. فساكي طلب من شيزو انها تحاول تساعده، لانهم لما وصلوا اخر الممر كانت عربيات المنظمه وصلت، والانيل انهم كانوا متراقبين بقالهم شويه. ولما خدوهم وراحوا المنظمه اكو قال له يا حلاوه ما جايبك يا معلم. وطبعا البنت اليسا قاعده متلبشه لانها حاسه ان اكو بيكلمها لكن مش فاهمه ولا كلمه من اللي بيتقال. واول ما اتكلمت اكو ما بقاش فاهم منها حاجه هو كمان. فساكي قال له بقول لك شغل اجنبي على الاخر يا معلم. فلما شيزو اتدخلت قالت له ان البنت دي صاحبتي وانا شايفه انها ما عملتش مشاكل. فقال لها عشان خاطرك انت يا ست البنات همشي لك الدنيا، بس ادام جدعانه يبقى عايز منك انت كمان خدمه، وان كان في واحد من فرقتك القديم عنده قدره على تحريك العناصر عن بعد والواد ده لا مؤاخذه يلزمني. فقالت له بس كده عيون الاتنين. والوحيد اللي كان مضرور في الليله دي هو ساكي، لان كالعاده اكو لبسه المهمه معاها وهو مش طايق ابوها اساسا. وبعد ما رجعوا لسه قالت له بقول لك ايه، انا خلاص نويت اعيش هنا واتعلم كل حاجه عن العالم ده. فقال لها ده عند ام ترتر، وان العالم بتاعي ده كل واحد فينا بيبقى ليه رقم معين وليله كبيره، فاستحاله تقدري تنضمي للعالم ده، وبسبب شكلك المختلف عن العالم بتاعنا الشرطه لو شافوكي في حته مش هيسموا عليكي. فقالت له يا عم فهمني، انا بقول لك العالم
بتاعك ده لو هجم على العالم بتاعنا هنبقى في الشلاحات، وان عايزه اخد التطور ده عشان نقدر نقاوم. فقال لها ومين قالك ان العالم بتاعكوا ضعيف؟ حتى كارل قال لها كده لان القواذف بتاعت العالم ده ما تقدرش تعدي وتخترق الحواجز السحريه بتاع العالم بتاعك. وطبعا البنت بقت مبهوره من اللي هو بيقوله، فقالت لهم مدام كده ماشي، واديني عرفت مكان جديد لما احب اتفسح فيها بقى خليكوا تجيبوني. وفي اخر اليوم اتفق هو وشيزو على سعر الذهب اللي جابه، وشكله كده هيبقى بدايه بيزنس جديد وفلوس مش بتخلص. اما اليسا فكان خلاص وقت المروح بتاعها جه. اما بقى فرنش فساكي اداله الخنجر اللي بيه يقدر يقابل مارك، وكان موصي انه يجيب له اكل وياخد باله منه. ولما راح عشان يديه الاكل حاله مارك كانت صعبه، وكان لازم اي طريقه تطلعه من المكان ده بسرعه قبل ما يموت فيه. ولما اليسا رجعت فضلت تتأسف لابوها انها خوفتها عليه. اما هو فكان مكسوف من ساكي وانها عامله مشاكل، وقال له انا الصراحه مش عارف اودي جمايلك فين. فساكي قال له يا عم ولا مشاكل ولا حاجه، المهم بس عملت ايه في موضوع مارك. وطبعا كان باين على وش الملك ان الدنيا بايظه على الاخر. ومفيش دقايق وكان في زاير وصل وعايز يقابل الملك، والزائر ده بقى يا سيدي كان هيرمان، وكان شكله غريب ومش عارف يجمع الكلام على بعض، لحد ما مولر قال له ما تنجز يا عم في ليله امك دي. فهيرمان قال له سكه ودغري الكونت ديتر طلع حكم بالاعدام على مارك. هلوبر قام وقال له ده عند امه، واني مش هسمح ان ده يحصل الا على جثتي. وبعد ما هيرمان مشي مولر كان هيتجنن، وقال لهم ان لازم اتكلم مع ديتر الكلب ده والاقي حل. اما ساكي فكان في دماغه الف حاجه، ومتاكد ان في لعبه وسخه وبتحصل بين ديتر وهيرمان. ولما ساكي سال مولر عن ديتر قال له محدش يقدر ينكر انه سياسي قوي ومن احسن الناس اللي تقدر تدير الشؤون الداخليه، لكن الرحمه والعدل ما يعرفش ليهم طريق ولا سمع عنهم. فبعد ما ساكي فكر حبه طلب من مولر انه يروح معاه المقابله دي، وفعلا اتحركوا هما الاتنين مع بعض. واول ما وصلوا طلعوا على طول على ديتر، واول ما قعد معاهم قال لهم لو جايين عشان قرار الاعدام فبلاش نتكلم في الموضوع ده احسن. فساكي قال له ليه كده بس يا باشتنا، ده انا حتى جايب لك معايا واحده من المنتجات المميزه كعربون محبه. وفعلا اول ما شاف اللاسلكي الراجل اتهبل من الحلاوه، ده غير باقي المنتجات اللي ساكي حكى له عنها. فديتر قال له طب وانت عايز تخرج مارك ليه يا عم ساكي؟ قال له ان الراجل ده خيره عليا، وانه من اول الناس اللي وقفت معايا اول ما جيت المملكه دي. فقال لهم طب حلو قوي، وانا ممكن اوافق اني الغي القرار ده بس بشرط، وان كل المخزون بتاع ساكي يتباع ليا انا. طبعا مولر كان ناقص يقوم ياكل دماغه. اما ساكي فبكل هدوء قال له استنى عليا افكر وارد عليك. وفعلا اداهم مهله شهر واجل الاعدام كمان. ولما رجعوا ساكي اتاسف لمولر وقال له ان شايف ان مفيش اي حاجه تستاهل اننا نضحي بحياه مارك. حتى فرنش اول ما سمع الخبر جالهم جري وكان مرعوب على مارك. فساكي قال لمولر انا كل اللي عايزه اسبوعين مش اكتر، وهحتاج منك طلب واحد. وكالعاده مولر قال له ان كل طلباتك اوامر. اما ديتر في اخر اليوم كان قاعد مع هيرمان اللي مش مصدق انه اجل حكم الاعدام. فديتر قال له افهم يا قرع، انا حاطط شروط اهم من حكم الاعدام 100 مره، وان الفتره الجايه على ايدي هتكون كلها خراب على عيله مولر. اما ساكي فطلع على الواد بتاع الشركه التجاريه التانيه واللي كان وصل له شحنه كبيره من المنتجات اللي هيقدروا يفتحوا بيها الشركه. واتفاجئ تماما اول ما لقى ساكي بيقول له اني عايز اجيب دفعه تاني، وان كمان الدفعه الجديده هتكون تقريبا ضعف الدفعه دي. وفي وسط ما كانوا بيتكلموا دخل عليهم واحد اسمه ماتس، وانه كان واحد من موظفين البنك المركزي. فساكي حس انه شافه قبل كده، ولما ركز افتكر انه شافه ماشي من عند ديتر. ولما لقاه بيتكلم ان في واحد من النبلاء واخد قرض وكلام كبير، قرر انه يقعد يسمع ويتكيف من اللي هيسمعه. وبعدها قرر انه يرجع العالم بتاعه واللي كانت مستنياه البنت جارته الصغيره. وبرغم انها ما شافتوش داخل ولا خارج بس استغربت انها سمعت صوته جوه. واول ما خرج لقاها في وشه، بس كان مستعجب بشكل غريب. فقال لها معلش بقى لاني عندي شويه شغل ضروري، وطلع يجري عشان يلحق اللي جاي يعمله. وفي وسط الطريق تليفونه رن ويا ريته ما رد، لان بسبب تاخيره كل تهزيق لحد ما شبع. وبعد شهر تقريبا هيرمان كان قاعد مع ديتر وفرحان على الاخر، لان كان خلاص ما فيش اي حاجه اتنفذت والمهله كده يعتبر خلصت. بس الغريب ان ديتر نفسه ما كانش مدي ريق خالص لهيرمان. وفي وسط ما هيرمان كان عمال يضحك زي الكلب، ديتر قال له بما انك فاشخ بقك كده ايه بقى الكارد اللي انت خدته من البنك المركزي ده؟ فقال له ده عشان نقل الفرع الجديد بس والله ما اكتر. لكن الكلام ده ما كانش واكل مع ديتر وما كانش طايق امه، لحد ما جه مرسول لديتر خلى وشه يتفرد. ومفيش دقايق وكان ديتر وهيرمان قدام مطعم ساكي، والمره دي ايديهم مش فاضيه وجايين معاهم مارك. اول ما ديتر
دخل ساكي قال له اهلا بيك في مكاني، وادام انت في مكاني فواجب عليا ادلعك واضمن لك ان فرنش هياكلك اكل ما دقتش زيه، بس اهم حاجه طمني على مارك الاول. قال له ان مارك في العربيه بره، ولو الاتفاق تم على خير حلال عليك مارك، لكن لو ما تمش يبقى مارك حلال على حبل المشنقه. وفي نص كلامهم كان خلاص وصل مولر، لكن ما وصلش لوحده، وان الامير ابن ملك القاره كان معدي معاه، وده خلى ديتر يتصدم. وبعد ما قعدوا ديتر كان قاعد في نص هدومه، ولما سأل الامير عن سبب وجوده قال له سمعت ان مطعم ساكي مميز، فقلت اما اجي اجرب وادينا اتعرف عليه اكتر. فلما قعدوا يتكلموا عن السياسه والكلام ده كله ديتر فضل يقول له يا اميرنا ده انت مفيش منك اتنين، ده انت بلسم يتحط على الجرح يطيب يا راجل. وطبعا الامير عارف اللي فيها، لان في الاساس ديتر من مؤيدين الامير التاني، هو مش عايز ده يتولى الحكم. وفي وسط كلامهم الامير قال له انت عمال تسال من بدري وعايش حياتك، فجه الدور عليا ان اتكلم بقى، وان الصراحه كده انا عايزك تسيب الراجل اللي انت حكمت عليه بالاعدام ده. وطبعا ديتر اتصدم، فالامير قال له يا عم انا بتكلم بجد، وانك لو حاسس انه هنك قوي يعني ممكن تطلب تعويض مناسب من الناس اللي قاعده دي. فقال له لا مؤاخذه يعني يا سمو الامير، بس انا اتفقت مع رجاله مش عيال، وكان عندي شروط ولازم تتنفذ. فالامير قال له شروطك دي بقى مش جايه معايا. فديتر كان هياكل ساكي بعينه، فساكي قال له الصراحه كده انا ببيع البضايع بتاعتي بموافقه الامير، وانه كان موافق ان اتعامل مع مارك بالعافيه، ووجود طرف ثالث في التجاره دي خلاه يحس انه مش مرتاح ورفض. فقال لهم انا ما اقدرش على زعل الامير، وعشان كده فكرت في بديل للطلب بتاعي يعوضني عن خاطر اللي اتكسر من اهانه مارك ليا، وانا عايز 1000 قطعه ذهبيه كبيره عشان احس ان كرامتي رجعت لي. وطبعا الرقم ده صدم الامير نفسه قبل ما يصدم العيال نفسهم، وقال له ان اللي بتعمله ده يتسمى افتراء مش رد كرامه. لكن ديتر فضل واقف عن قراره، وقال لهم ان مهما حصل مش هتنازل عن ده، وعكس ما اي حد اتوقع ساكي قال له اني موافق اديك ال1000 عمله. فديتر قال له انت اكيد بتستخف بيا انت كمان، واقول لك على حاجه ان ال1000 عمله دول لازم يتسددوا في خلال سنه. فساكي قال له ما انا ناوي اعمل كده من الاول. فالامير لما اتصدم قال له ان اللي بتتكلم فيه ده استحاله، وانك لو خالفت الوعد ده هيبقى في وشي. فساكي قال له وانا ما اقدرش اخلف وعدي معاك يا جلاله الامير، وان فعلا هكون قادر اديله فلوسه، وعشان خاطر جلاله الامير انا هديك النهارده 500 قطعه من اللي عليا، وال500 الباقيين كمان اسبوع. طبعا ديتر اتجنن على الاخر، وقام وقال له انت اكيد قاصد تهني انت كمان. فساكي قام وقال له بالعكس، وان كل عمله من دول ما تجيش اي حاجه جنب قيمه مارك، وان مارك يعتبر ثروه قوميه، وانه مفيد للمملكه كلها، ده لو مش القاره بحالها في وقت ما الاوضاع مش مستقره بالشكل ده، وان سواء 1000 او اكتر من العملات الذهبيه اللي بتتكلم فيها دي ما تجيش اي حاجه جنب مكانه مارك، وكل اللي عايزه منك دلوقتي انك تسيب مارك يرجع معانا. وطبعا الكل كان واقف مصدوم. فديتر قال له انا عايز اسالك سؤال واحد بس، انت في الاول والاخر مش واحد مننا، اللي مخليك خايف على مستقبل المملكه بالشكل ده؟ فقال له ان المكان ده موطن حد انا بحبه، واستحاله اسمح ان اشوفه زعلان عليه. فديتر قال له انا هختار ان اصدق كلامك، وانك خليتني احس ان فعلا المفروض اهتم اكتر لمصلحه المملكه اكتر من مصالحي، ولو على الفلوس فانا مش عايز منك حاجه. فساكي ما كانش مصدق نفسه، فقال له ان مستقبل المملكه دي يهمني، وادام انت شايف الراجل ده مفيد فعلا اتمنى اشوف الوعد ده بيتحقق. وطبعا اللي كان هيتجلط في الوقت ده هو هرمان. فديتر قال له مالك يقرع انت التاني، هتفضل تقلب لي وشك وانت شبه القرموطي كده يبقى غور في داهيه. فهرمان قال له تصدق انا غلطان اني وثقت فيك، وانا هقول لخلق الله كلها انك وعدتني وخالفت وعدك معايا. وطبعا ديتر كان عايز يفصل دماغ ابن الكلبه ده عن جسمه. وفجاه فرنش دخل عليهم وقال لساكي لا مؤاخذه يا ريس بس جاي لك زياره، وكان اللي وصل هو الواد بتاع الشركه اللي بيفتحوها سوا. فالناس اللي مع ساكي استغربوا وقالوا له مين ده يا عم ساكي؟ قال لهم ان ده بقى هو جو، وانه رئيس شركه كابلر للتجاره. ومولر اول ما عرف هو مين راح عليه وقال له شرف ليا اني اتعرفت عليك يا جو والله. ده حتى الامير بنفسه انحنى تقديرا ليه، وقال له ان شرف مقابلتك ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. طبعا ساكي نفسه مصدوم لانه ما توقعش انه يشوف الامير بنفسه بينحني تقديرا ليه، وشكل الشركه دي شركه كبيره ومش زي اي شركه تماما. وفي وسط ما كانوا كلهم بيتكلموا مع بعض دخل واحد جري وكان كلب بيجري وراه، وقال لهرمان ان في مصيبه، وان في حد اشترى الدين بتاعنا والقرض المفروض هيتسدد لحد تاني غير البنك. وطلع اللي عمل كده هو جو. وقال لهم ان لما حسيت ان الموضوع مضايق ساكي الصراحه ما قدرتش على زعله، ده الغالي ابن الغالي، فقررت اني اشتري الكمبيالات اللي طالعه من البنك المركزي. وطبعا الكل مصدوم ومش مصدق. فجو قال
لساكي ان شفت ان ده في مصلحتك، وانهم لو ما دفعوش الفلوس اللي عليهم كل حاجتهم هتبقى ملك ليك، واعتقد ان دي هتبقى خطوة حلوة في تطوير شركة مارك التجارية. فمولر باستغراب الدنيا كلها قال له وحياة امك واحدة واحدة وعرفني ايه شركة مارك دي كمان. فقال لهم حقكم عليا ملحقتش اشرح لكم، بس في العموم المختصر اني بشراكة ومساعدة جو قررت افتح شركة تجارية في مملكة لونج ويبقى الرئيس بتاعها مارك. وطبعا الكلمة دي نزلت زي الصعقة على ديتر وهيرمان، وان كان في نيتي ان مشروع كبير زي ده هيدخل للمملكة بتاعتنا كمية فلوس مرعبة. وطبعا بعد اللي حصل ده ما كانش باقي غير انهم يقابلوا عم مارك اللي ناقص يجيبوا له لبن العصفور ده كمان، واللي كان مش مصدق نفسه وان في ساعة زمن حياته كلها اتشقلبت، ومن بعد ما كان خلاص رايح لحبل المشنقة بقى حر تماما وصاحب واحدة من اكبر الشركات التجارية اللي موجودة في القارة. واعتقد ان العالم ده لسه مخبي في جيبه كتير وهنشوف فيه اكتر واكتر. اما عالم ساكي الاساسي فلسه فيه دفاتر كتير ما اتقفلتش، ولو عايز تعرف ساكي ماشي ورايح بالعالمين دول على فين انزل اعمل لايك وسبسكرايب عشان تبقى واحد من جيش دارك اللي كل يوم بيكبر اكتر بيكو. اشوفكوا الانمي الجاي، سلام.